طبعا يا جدعان في شاب بعت لي رساله ان هو كان عنده عربيه اكل صغيره وتعب فيها جدا لحد ما ربنا كرمه وفتح محل صغير، وكان كل اللي محتاجه هي زقه صغيره مننا. فالمكان هناك قدام اهو. وتعالى اعرفكم بقى على سمير، شاب مكافح من كتر حبه في مجال الاكل قرر يدوق مصر كلها شويه مشويات باعلى كواليتي واحسن سعر في مصر. وبجد يا جدعان حب الشارع ليه اللي شفته في حبه الوقت اللي انا قعدتهم هناك شجعني جدا اعرف مصر كلها على مطعم سماره اللي هتلاقيه قريب واحد من اكبر البراندات في البلد. فانا بقى جبت معظم الحاجات اللي في المنيو عنده، وخلينا نبدا اول حاجه بفطيره الشاورما، ودي بقى سعرها 130 جنيه، فيها 250 جرام شاورما، والشكل بتاعها جامد قوي الصراحه. نغرقها توميه كده. هي كتتبيله شاورما، فهي بتلعب ما بين المصري والسوري كده، تحس انها في النص كفكره، فهي عجبانه قوي لان ده مش فطير، ده العيش السوري اللي هو بيتحشى فيه السندوتشات. التوميه نفسها خطيره. فخلينا بقى نخش على اللي بعده وهي السندوتشات، والسندوتشات عنده يعني بتبدا من 35 جنيه. يعني مثلا سندوتش الكفته ده ب 35، سندوتش كفته لذيذ. الطحينه علت من التجربه بتاعته جدا. فتعالوا نخش على اللي بعده، هو سندوتش الحواوشي الميكس. في زيكه كمون كده في السندوتش، معرفش ليه عجباني كده. فنخش على ثالث سندوتش معانا وهو سندوتش الشيش. هنا بنتكلم تتبيله الشيش بيتي جدا، ودي حاجه عجباني على فكره، مش حاجه سيئه خالص. حته الشيش نفسها ملحمه. فيلا بينا بقى على اللي بعده، وده ايه بقى انا مش عارف، هو جاي معاه عيش معالق. يا لهوي على البهدله، الطحينه كلها اتكبت عليه. دي عامه نص فرخه يا جدعان، بتبقى معموله على الفحم. هو عنده وجبات اصلا بتبدا من 100 جنيه عادي، ملحمه برده من القلب. الفراخ عنده عامه مميزه قوي. اتفضل معايا بسم الله. حلوه قوي دي تنافس الشاورما. هم عامه الصراحه انا شايف ان هم مقدمين حاجه حلوه جدا كسعر وككواليتي. هم المكان بتاعهم في المعموره البلد. بصوا عامه العنوان بتاعهم موجود اهو، بس هم بيوصلوا في معظم اسكندريه. وده بقى سندوتش صدق سوري. صدق اسكندراني بالخلطه على ابوه.